السلام عليكم، عاملين ايه؟ اتكلمنا قبل كده عن موضوع التكتلات اللي احنا بنشوفها في الاطفال والاورام اللي ممكن تظهر في الرقبه او في الجسم كله، ودي كانت اشهر حاجه بتظهر وهي الغدد الليمفاويه. النهارده هنتكلم عن حاجه منتشره جدا في الاطفال وهي تاني اشهر حاجه ممكن تظهر في الطفل، وهي كيس على الغده الدرقيه. الكيس ده بيبقى حاجه متحوصله موجوده في منتصف الرقبه. معاكم الدكتور احمد صلاح، جراحات الاطفال والعيوب الخلقيه، ويلا بينا نفهم ايه موضوع الكيس ده. الكيس على الغده الدرقيه الطبيعي ان هو ما يبقاش موجود في الاطفال، ولكن الجنين وهو بيتكون الغده الدرقيه ممكن بعض الاجزاء اللي المفروض تختفي تفضل موجوده، والانسجه دي ممكن تفرز ماده داخليه وتقعد تكبر مع الوقت لحد ما يحصل تكتل وورم يظهر في منتصف الرقبه كده في النص، سواء او جهه اليمين او الشمال شويه. بس معظم الاطفال الورم ده بيكبر واحده واحده تدريجي عند سن السنه او السنتين، ممكن في سن اكبر من كده او اصغر شويه. حضرتك لاحظت اي ورم او تكتلات او انتفاخ في الرقبه بتاعه الطفل بتبدا تزيد وموجوده ومش بتروح مع العلاج؟ لابد من الفحص فورا عند الدكتور المتخصص عشان يبدا يشوف طبيعه الورم ده، هل هو غدد لمفاويه او كيس على الغده الدرقيه او كيس خيشومي او من الاسباب الغدد الكتير او حاجه في الغده نفسها يكون اورام حميده او خبيثه. فالحاجات دي كلها بتفرق في التشخيص. تشخيص الكيس على الغده الدرقيه من الحاجات البسيطه جدا، بيبان بالفحص عند الدكتور المتخصص وبيبدا يشخصه وبيعرف هل فعلا له علاقه بالغده ولا لا، لانه ساعات كمان بتلاقيه بيتحرك مع البلع بتاع الطفل وهو بيطلع لسانه وبيدخل لسانه، بيبقى ملتصق بالغده نفسها. لازم مهم جدا ان احنا نعمل اشعه تلفزيونيه على الكيس ده عشان نفرق كمان ما بين الكيس على الغده الدرقيه والاورام الاخرى زي الغدد الليمفاويه، وكمان لازم نتاكد ان الكيس ده مش داخله جزء من الغده الدرقيه، لان ساعتها ما ينفعش تشيل الكيس لان انت هتشيل كمان الغده الدرقيه. ده بيبقى له علاج لوحده، ولازم كمان نطمن على هرمونات الغده الدرقيه تتاكد ان هي كويسه ما فيهاش نقص. زي ما قلنا ان الكيس ده بيبقى عباره عن بقايا كانت المفروض تختفي من الغده الدرقيه، فبيبقى متوصل بقناه. يعني بس الفكره مش ان بيبقى كيس فقط موجود وان هو الموضوع بسيط، لا، هو الكيس ده متصل بقناه، والقناه دي متصله بالعظم بتاع الرقبه كمان واصله للعضلات بتاعه اخر اللسان. وكل الكلام ده لازم يتشال بدقه ومهاره عاليه جدا عشان نحافظ على الاعصاب والاورده والشرايين بتاعه الرقبه، وكمان لازم يتشال كويس عشان يمنع ان هو يرجع مره تانية. الكيس على الغده الدرقيه مش من الحاجات اللي احنا بنستنى عليها لان له مضاعفات، مش زي الغدد الليمفاويه ممكن نستنى ونشوف نتائجها اخبارها ايه. لا بالعكس، كيس الغده الدرقيه ده ممكن يكبر، ممكن يحصل عليه التهابات، ممكن كمان يحصل عليه صديد، ممكن يحصل منه نسور، ممكن لا قدر الله مع الوقت يقلب باورام خبيثه، وزي ما قلنا ان هو ممكن كمان يكون فيه جزء من الغده الدرقيه نفسها. عشان كده لازم يتعامل بدري، لازم يتعامل بدقه ومهاره ويتعامل صح من اول مره. الكيس على الغده الدرقيه بيتعامل بعمليه دقيقه ذات مهاره تجميليه من خلال جرح صغير في الرقبه بيتشال فيه الكيس كامله بالقناه المربوطه بيه بجزء من العظمه اللي موجوده في الرقبه مع جزء كمان من العضلات عشان نشيل كل التراك او القناه اللي موجوده عشان يمنع رجوعه مره اخرى، مع الحفاظ طبعا على الانسجه الحيويه بتاعه الرقبه زي القصبه الهوائيه والاورده والشرايين وبقيه العضلات عشان نحافظ على الوظيفه والشكل الجمالي بتاع الطفل. الطفل بيعمل عمليته وفي خلال ساعتين بيروح بياكل ويشرب مش حاسس بحاجه، لانه كمان بيبقى واخد بنج مكان العمليه. لازم نبقى عارفين ان كل ما تتعامل بدري بدون مضاعفات يبقى افضل للطفل، لان المضاعفات زي الالتهابات والصديد والنسور دي من الاسباب اللي بتصعب العمليه واللي ممكن تسبب ارتجاع للنسور او الكيس مره اخرى. ولو في اي حاجه ظهرت مقلقاكم او عايزين تستفسروا عنها تقدروا تشرفونا او تبعتوا لنا في الكومنتس او في الرسائل الخاصه، واحنا ان شاء الله هنرد عليكم.